كنشكرهم كيساعدوني. كنت كنعيش في واحد الدار بزاف في السونتر، دوزت 10 سنين انا في السونتر. فاش خرجت من السونتر ما لقى عندي فين نمشي. كان سي العامل كان دار واحد الرواق هو اللي مشيت ليه وبنت فيه واحد الليله، ومن سميتو مشيت عند اختي فاتحه وقربت على خدمه وجيت هذا المركز ثاني وخدمت فيه. ومني خدمت بغيت صافي بغيت نخرج نقلب على عائلتي. فاش مشيت لعند خويا استقبلني حتى هو مزيان، عرفت تما فاش تزوجت. دائما في دروس المدرسة ونحن أم عزيمة، أم معنفة، أم مغتصبة، طفل متشرد، طفل متشرد، طفل مغتصب. الهدف ديالنا في هذا المركز وهو إيواء الفتيات اللي في وضعيه صعبه، والفتيات اللي لما كيبلغوا 18 سنه في المراكز حمايه الطفوله تيخرجوا للباب، تيخرجوا للزنقه. اش كينتظرهم في الزنقه؟ ام عزيبه، امراه معنفه، طفل متشرد. النتيجه ديال هذا المركز هي اللي كنشوفوا الحمد لله شفناها في الفتره ديال الحجر الصحي. في الفتره ديال الحجر الصحي قدرنا ندمجوا 197 حاله، كلهم نساء واطفال ونساء معنفات. الطاقه الاستيعابيه ديال المركز 300 مستفيده، الايواء، المأكل والمشرب والمرافق. عندنا 7 ديال الورشات ديال الطبخ وديال الخياطه، ديال تقطير الزيوت، وديال لا ديكوراسيون، وديال تدوير النفايات، وديال لا ديكوراسيون. ثم دابا كتواجدوا الان في الورشه ديال الزيوت وديال مواد الجميل الطبيعيه. في هذه الورشه تيستافدوا منها تقريبا واحد 12 ولا تقريبا واحد 20 ديال النزيلات على حسب الافواج، وتنعلموهم كيفاش كيقطروا الزيوت، يعني الحبوب كيفاش كيقطروهم، والاعشاب كذلك كيفاش يصنعوا المواد الجميل الطبيعيه، الصابون والشامبوان والكريمات. بغينا هاد الفتيات، بغينا هاد النازلات حتى هما يكونوا ان شاء الله من القدام، حتى هما يكونوا بعد هاد التكوين ان شاء الله يكونوا حتى هما مؤهلات باش حتى هما يخلقوا فرص الشغل. شكرا بزاف لاي واحد ساهم وسهر على هذا المأوى هذا، لانكم ساعدتونا بزاف وقدتوا بزاف ديال الفتيات ودراري صغار كانوا في الشارع لأن كلشي تخلى علينا وما بقينا تشهدوا في جنبنا، وكاين اللي استحقرونا وتعرضنا لبزاف د الحوايج في الشارع. ولكن الحمد لله بالفضل ديال فضل هاد المدرسة هادي حددنا المستقبل ديالنا ولا عندنا هدف، وإن شاء الله نكونوا حسن الظن ديالكم. مؤقت يصاحبه